الفيلم بيحكي عن جريمة قتل بتحصل في واحد من الأحياء الراقية، والشرطة بتشك في شخص ظهر في صورة اتخذت في نفس الوقت اللي حصلت فيه الجريمة، وساعتها بيقبضوا عليه وبيكونوا فاكرين إن القضية اتحلت، لكن بيظهر شخص تاني شبه المجرم اللي ظهر في الصور، وبيعرف إن أخوه التوأم، وساعتها الشرطة بتشك فيهم هما الاتنين وبيكونوا مش عارفين مين فيهم المجرم الحقيقي. الفيلم ده أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية بتبدأ مع شاب غامض في يوم ممطر بيوصل عند بيت واحد عايش لوحده اسمه أكاش، ولما أكاش بيفتح الباب بيتفاجئ بالشخص ده بيزق الباب وبيدخل بالعافية، وساعتها بيحاول أكاش إنه يهرب، لكن الشخص ده بيفضل يجري وراه لحد ما بيمسك مفك من على الأرض وبيخلص عليه. لكن المشكلة إنه لما بيجي يهرب بيلاقي في ناس كتير في الشارع وبيخاف أحسن حد يشوفه، عشان كده بيقرر إنه ينط من البلكونة، وساعتها بيخبط في زهرية وكان هيوقعها، لكنه بيلحقها في آخر لحظة وبيمسكها، والدم اللي في إيده بيسيب أثر عليها، وبعدها بيهرب وبيولع في الهدوم اللي كان لابسها. وتاني يوم بتوصل الشرطة علشان تحقق في مسرح الجريمة، وبنشوف الضابط كيسلا وهو بيقول إن الجريمة دي كانت بدافع السرقة، وكان في شخصين موجودين هنا حاولوا يتهجموا على الضحية، ولما قاوم خلصوا عليه وسرقوا الفلوس وهربوا، والمية اللي على الأرض دي بسبب المطر بتاع امبارح، وبيكون فاكر إنه حل القضية وقال كل حاجة فيها، لكن بتوصل المحققة شيفاني وبتقول إنه كل اللي قاله غلط، وبتوري له الأدلة إن الشخص اللي دخل كان واحد بس وضرب الضحية بسلاح حاد بس مش سكينة ولا خنجر، والمية اللي موجودة دي القاتل هو اللي دلقها علشان يشيل أي أثر للبصمات، ولو كانت من المطرة كنا هنشوف إن السقف فيه تسريب. وبعد شوية بيوصل رئيس قسم الشرطة السيد ياداف علشان يتابع التحقيقات بنفسه، والمحققة شيفاني بتقول له إنها حاسة إن الدافع ورا الجريمة كان دافع شخصي، لكن بيقول لها إننا بنشتغل بأدلة ملموسة مش إحساس، وبيطلب منها تركز في التحقيقات وكل الفريق يدور على أدلة مادية. وفعلا بتبدأ شيفاني تدور في الناس اللي كان يعرفهم أكاش، وبتقدر توصل لأخته اللي بتقول لها إن أكاش كان عايز يبدأ مشروعه الخاص وكان معاه مبلغ 2 مليون روبية، والمبلغ ده اختفى، وبتعرفها إن ملوش أعداء وإنه لسه راجع من أمريكا من 4 شهور بعد ما طلق مراته. فبتبدأ شيفاني تسأل الناس اللي في المجمع السكني واللي كان عايش فيه أكاش وتحقق مع الجيران علشان لو حد شاف حاجة، لحد ما بتعرف من شخص إنه كان موجود في البلكونة في الليلة اللي حصل فيها الجريمة علشان كان بيحتفل بعيد ميلاد حبيبته وتصوروا مع بعض. ولما بتتفرج شيفاني على الصور بتشوف في الخلفية ظاهر شخص لابس لبس أصفر علشان المطر، فبتاخد الصورة وبتوريها للسيد ياداف بسرعة، والسيد ياداف أول ما بيشوف الصورة بيتصدم لأنه بيقول إن ده يبقى أرجون سيجال، وهو بيعرفه وبيطلب منهم يمسكوه، وعلى طول بتروح شيفاني وبتقبض عليه بنفسها وبتاخده معها على اسم الشرطة، وهناك بيتهموه بقتل أكاش وأرجون، وبيقول لهم إنه ما يعرفش حد اسمه أكاش، وإن في اليوم اللي حصلت فيه الجريمة كان عنده حفلة ومشي بدري علشان عنده شغل الصبح. ولما بيسألوه ليه اتأخر في الطريق لحد ما وصل البيت بيقول لهم علشان العربية بتاعته عطلت وكان محتاج يغير الكاوتش والكورك اللي معه ما كانش شغال، فاضطر يوقف تاكسي ويخليه يساعده في تغييره، وساعتها بيوري له ياداف الصورة اللي هو ظاهر فيها، وأرجون بيقول له إن مش هو اللي في الصورة دي، لكن ياداف بيقول له أنت مش هتفلت مني المرة دي زي ما فلتت مني المرة اللي فاتت. فبيفضل أرجون ينادي ويقول إن رئيس قسم الشرطة عايز يلبسه الجريمة دي، لكن محدش بيرد عليه. لكن في الوقت ده بيجي واحد للسيد ياداف وبيقول له إن في حاجة مهمة لازم يشوفها دلوقتي، ولما بيخرج بيعرف إن في واحد اتقبض عليه علشان كان سكران في كمين وضرب رجال الشرطة، وبيعرف إن اسمه سوراج، لكن المشكلة إنه بيكون نسخة طبق الأصل من أرجون، وبكده كل حاجة بتبوظ لأن ممكن الشخص ده يكون هو اللي في الصورة مش أرجون. وبنرجع بالأحداث 3 شهور وبنشوف أرجون وهو واقف مع أصحابه وبيحكي له عن البنت اللي هو معجب بيها، وبيعرفوا إن اسمها جانفي وهو معجب بيها لأنها بتركب معاه الأسانسير كل يوم، والأسانسير بيفضل في الدور العاشر عليهم هما الاتنين بس، وهو بيحاول كل مرة لكن بيحس إن في حاجة منعاه، عشان كده قرر إنه يتجرأ وعزم عليها يشربوا قهوة مع بعض. وفي الأول رفضت، لكن أرجون فضل يحاول كل يوم ويتدرب على الموضوع ده في العربية وفي الشغل وفي كل مكان، لحد ما في مرة بتوافق تروح تشرب معاه حاجة، ومن وقتها بيتعرفوا على بعض وبيحبوا بعض أكتر وبيرتبطوا هما الاتنين. والناحية التانية بنشوف واحد اسمه لخاني وهو بيتكلم مع المساعد بتاعه وبيقول له إن في عامل جديد عايزنا نشتري حاجة منه، وبيكون العامل ده هو سوراج ومعه صاحبه تشادي، وبيكونوا سارقين مكنة صراف آلي وجايبينها للسيد لخاني علشان يفتحها، ولخاني بيقول لهم إن الماكينة دي أكيد فاضية، فبيفرجوه على فيديو لمذيعة بتتكلم عن العصابة اللي سرقت ماكينة الصراف الآلي واللي فيها مبلغ حوالي 2 مليون و400 ألف روبية. فبيوافق لخاني وبيقول لهم إنه يعرف حد كويس ممكن يساعدهم في فتح الماكينة دي من غير ما يبوظ الفلوس اللي جوه، وبيتفق معاهم إنهم يقسموا الفلوس اللي فيها بالنص، لكن المشكلة إن الشخص ده مش موجود دلوقتي وهيجي بكرة، فبيقرر سوراج إنه ياخد الماكينة دي ويمشي ويبقى يرجع له تاني يوم، لكن لخاني بيقول له إن لازم يبقى في ثقة بينهم وبيديله 200 ألف روبية، وبيقول له علشان تضمن بيهم حقك وبكرة نكمل التقسيم. وفعلا بياخد سوراج وتشاد الفلوس وبيمشوا، وبعد ما بيمشوا بيتصل لخاني على الشخص اللي هيفتح المكنة وبيخليه يفتحها، وبيتفاجئ إن الفلوس اللي فيها كلها مزورة.
مزورة. فبيعرف إن سوراج نصب عليه وبيتصل بيه وبيكون متعصب جدا، وسوراج بيقول له إنه نصب عليه في 200,000 اللي خدهم، وبيعرفوا إن الفيديو اللي شافه ده بتاع واحدة صديقتهم وهم اللي صوروها أصلا، وبيرمي التليفون. وبعدها بيعرف سوراج إن تشادي عنده قضية على المحل بتاعه علشان كان بيبيع تليفونات مزورة على أساس إنها أصلية، وفي واحد رفع عليه قضية وجلسة النطق بالحكم بكرة. فبيقعد سوراج يقرا الورق بتاع القضية وبيعرف إن فيه ثغرات تخليه يخرج تشادي. فبيروح المحكمة تاني يوم وبيكلم الراجل اللي رافع الدعوة وبيقول له إن المحضر مثبت فيه إن اللي اتمسك عند تشادي في المحل كان كراتين فاضية للأيباد، وفي الحقيقة تشاد مش تاجر موبايلات، ده تاجر خردة وعنده كراتين من النوع ده كتير. عشان كده بيعرف اللي رافع قضية إنه مش هيوصل لحاجة وبيطلب منه يحلها ودي مع بعض. وفعلا الراجل بيسمع الكلام وبيحلها ودي، وبعد ما بيمشوا بيكون تشادي فرحان جدا ومش مصدق نفسه، وسوراج بيفضل يقول له إن صديقه المقرب ومستعد يعمل أي حاجة علشانه. لكن في الوقت ده بيتحدف عليهم طوبة على العربية وبتخليهم هما الاتنين يعملوا حادثة وبيغمى عليهم، ولما بيفوقوا بيلاقوا نفسهم في مخزن بتاع لخاني، وبيكون تشادي مربوط ومتعلق، ولخاني بيخلي رجالته تضرب في سوراج عشان يجيب الفلوس اللي عليه، وبيقول له إنه هياخد منه كامل المبلغ واللي هو 2 مليون يا إما هيقتل صاحبه. وسوراج بيقوم يضرب فيهم كلهم وبيخلص عليهم، ولكن بيكون بيتخيل كل ده حصل، وبيتخيل إنه لو عمل كده فممكن تشادي يتصاب وسط الضرب، وعشان كده بيتفق مع لخان إنه يديله مهلة أسبوع واحد بس وهو هيرجع له الفلوس بتاعته. ولخان بيوافق وبيرمهم هما الاتنين بره. والناحية التانية بيكون أرجون قاعد مع حبيبته جانفي وبيعرف منها إنها مسافرة في أجازة لم الشمل علشان تقابل صحابها بتوع الجامعة وهتستغل الفرصة وتقعد عند مامتها كام يوم، وهو بيكون زعلان إنها هتسافر وتغيب عنه الفترة دي كلها، علشان كده بيقرر إنه يقابلها في المطار وبيروح يعمل لها مفاجأة وبيعترف لها بحبه وبيقول لها إنه عاوز يتجوزها، وجانفي بتوافق وبتكون مبسوطة وبتحضنه في المطار. وأرجون بيضحك وبيقول لها إنه نسي الخاتم اللي كان جاي يتقدم بيه، بس لما ترجع هيجيب لها غيره. وبعدها بنرجع لسوراج اللي بيقرر إنه يلعب قمار علشان يعرف يكسب الفلوس اللي مطلوبة منه، لكن بيخسر كل فلوسه في الليلة دي. ولما بيطلع بره علشان يفكر هو وتشادي هيعملوا إيه، بيتفاجئ بعربية بتيجي من وراه وبتخطف تشادي من غير ما سوراج ياخد باله، وبيجي له تليفون من لخاني بيقول له فيه إن تشادي هيفضل عندهم لحد ما يسدد الفلوس اللي عليه. وساعتها بيحس سوراج إنه متضايق ومش عارف يعمل إيه، وبيروح ناحية الموتوسيكل بتاعه. والناحية التانية بيكون أرجون في حفلة عاملها ليه صاحبه في الشغل بمناسبة إنه هيفتح مشروعه الخاص، وأرجون بيسيب الحفلة وبيروح يركب عربيته وبيتحرك بيها وهو متضايق. وبنشوف واحد منهم هما الاتنين وهو بينفذ الجريمة، لكن الحقيقة إن لحد دلوقتي محدش عارف مين فيهم. وبعدها بنرجع للوقت الحالي وبنشوف إنهم خدوا سوراج على أوضة علشان يستجوبوه، لكن سوراج بيكون قاري قانون كويس جدا، وكل ما حد بيقرب منه بيقول له سوراج إنه لو حد ضربه هيفضحهم وياخد منهم تعويض كبير، وده وفقا للقانون، وإنهم كده هيبوظوا كل الأدلة. وشيفاني بتستنى لما بينشف بالمنديل وبتاخده منه علشان تعمل له تحليل حمض نووي. وفي الوقت ده بيتصل السيد يداف على صديقه ليه اسمه بيجو وبيقول له إنه أخيرا مسك أرجون وهو عايز يوقعه ومش عايز يعمل زي المرة اللي فاتت. وبيجو بيقول له إنهم لازم يلاقوا دليل ضد بيجو خلال اليومين اللي جايين علشان الإجراءات تخلص بسرعة. وفعلا بيجمع يداف كل فريق السجن وبيطلب منهم يلاقوا دليل خلال اليومين اللي جايين، وعلى طول بيتحركوا كلهم على أرجون وبيخلوه يخلع القميص وبيشوفوا إنه متعور في دراعه. وشيفاني بتفهم إن ده جرح من الضحية لما كان بيحاول إنه يقاوم، ولما بتسأل أرجون بيقول لها إنها تعويرة من موقع بناء هو شغال فيه وإنه اتخبط في سيخ حديد. ولما بيروح لسوراج بيلاقوا عنده نفس التعويرة في نفس المكان، وبيقول لهم إنها حادثة عملها بالموتوسيكل بتاعه، وبكده الموضوع بيحير الشرطة أكتر. وفي الوقت ده بيجي تليفون للمحققة شيفاني من الطبيب الشرعي وهو بيقول لها إنه لقى شعرة موجودة تحت ضفر أكاش، ولو بعتت له عينة للمتهم هيحللها بسهولة، ويقول لها مين اللي عمل كده. وفعلا شيفاني بتبعت ضابط على المعمل علشان يديها العينات اللي خدوها، وبعدها بيخلوا الكلاب البوليسية تشم الهدوم اللي لقوها في مسرح الجريمة، والكلاب بتنبح على أرجون وسوراج الاتنين. فبتقرر شيفاني إنها تروح علشان تحقق مع شادي صديق سوراج، فبيقول لها إنه ما كانش يعرف حاجة عن الموضوع ده، وإن الليلة اللي حصلت فيها الجريمة كان سوراج سهران معاه. فبترجع على قسم الشرطة وبتعمل تتبع لتليفون أرجون وسوراج ومش بتوصل لحاجة منهم هما الاتنين. وساعتها بيقرر السيد يداف إنه يعذبهم هما الاتنين لحد ما واحد فيهم يعترف، وبيفضلوا يضربوا في أرجون. وأرجون بيقول لي يداف إنه عارف إنه بيكرهه وواخد الموضوع بشكل شخصي، لكنه ما قتلش أكاش ومش هيعترف على جريمة هو ما عملهاش. وبرضه سوراج بيقول إنه مش هيعترف على جريمة ما عملهاش. وساعتها بتحس شيفاني
شيفان إن في حاجة شخصية بين ياداف وأرجون، وبتسأل واحد من الضباط وبتعرف منه إن بنت ياداف من 8 سنين حبت شاب من طبقة اجتماعية تانية، وباباها ما كانش موافق على الموضوع ده، لكن أرجون ساعدهم إنهم يهربوا بره ويتجوزوا. فقرر ياداف إنه ينتقم من أرجون ورفع عليه قضية إنه خطف بنته، لكن البنت شهدت في المحكمة إنه ما عملش حاجة وإنه بريء. ومن ساعتها وياداف بيكره أرجون وعايز ينتقم منه. وفي الوقت ده بيجي تليفون لشيفان من الطب الشرعي وبيطلب منها إنها تيجي على المعمل علشان تشوف حاجة بنفسها، وفعلا بتروح على هناك وبتتفاجئ لما بتعرف إن الحمض النووي مطابق للحمض النووي بتاع أرجون وسوراج، والدكتور بيقول لها إن ده بيثبت إن الاتنين دول توأم متطابق وممكن يكونوا متشابهين في الحمض النووي لكن أكيد مش متشابهين في البصمة. وبيطلب منها إنه يروح هو والفريق بتاعه على مسرح الجريمة علشان يدوروا على أي بصمة موجودة ويشوفوا مين فيهم القاتل. والناحية التانية بيكون أرجون في الزنزانة بتاعته مغمى عليه، فبيروح الضابط علشان يشوفه، لكن أرجون بيكون صاحي وبيضرب الضابط وبيهرب. وفي الوقت ده بيكون سوراج هو كمان في الحمام، والضابط بيقول له يستنى هنا، وبيتقابل أرجون وسوراج في الساحة بتاعة القسم وبيفضلوا يضربوا بعض هما الاتنين ومحدش بيكون عارف يحوش بينهم، حتى لما بيتدخل الضابط بيضربهم وبيكملوا ضرب في بعض لحد ما بيجي عدد أكتر وبيقدروا إنهم يوقفوهم. وساعتها واحد من الضباط بيقول طالما بيضربوا بعض كده يبقى في معرفة بينهم هما الاتنين، وبياخدوا كل واحد منهم على زنزانة والاتنين بيقولوا إنه فعلا توأم، بس كل واحد يعتبر التاني مش أخوه. وبيبدأوا يحكوا عن طفولتهم لما كانوا صغيرين وعايشين مع بعض وهم مبسوطين لحد ما وصلوا لسن 8 سنين، وساعتها كان باباهم شغال محامي وما كانش معاه فلوس باستمرار، وده خلى مامتهم تنزل صلاة القمر وتلعب علشان تعرف تجمع لهم فلوس. ومع الوقت باباهم كان بيتضايق وبيرفض إنها تعمل كده، وبيقول لها إن الناس بيتكلموا علينا وإنتي عاملة لنا فضايح، عشان كده طلب منها تبطل لعب. لكنها ما كانتش بتسمع الكلام وكانت بتلعب علشان تجيب فلوس وتصرف على الولدين، وده خلى باباهم يرفع دعوى طلاق عليها وياخد منها الولدين. ومع الوقت بدأوا يحسوا إن في مشاكل في حياتهم، لكن مامتهم كانت بتحاول دايما تكون معاهم وتروح لهم المدرسة وتديهم هدية عيد ميلادهم وتعمل لهم تورتة الشوكولاتة اللي بيحبوها. لكن باباهم لما عرف إنها لسه بتشوفهم رفع عليها قضية تانية إنها ما تشوفهمش أبدا وإلا هتتسجن، وده لأنها مدمنة قمر وكحول، وفعلا كسب القضية. والموضوع ده أثر فيها جدا وخلاها تتصل كل شوية على باباهم وتطلب إنها تكلمهم، لكن كان بيرفض باستمرار، علشان كده انتحرت لما ما قدرتش تبعد عن ولادها. ومن وقتها وسوراج اتغير وبقى يلعب قمار مع الشباب اللي في الحي، وبقى على طول عصبي وبيتخانق مع أخوه على أقل سبب. ولما باباهم كان بيحوش بينهم كان بيقول له سوراج أنت السبب في موت ماما وأنا كنت أتمنى إنك تكون بدلها، وبيسيب البيت وبيمشي. وفي الوقت الحالي كان واحد فيهم بيقول حكاية مختلفة عن التاني، وبيقول إن أخوه كان بيتعالج في مصحة نفسية، وسوراج بيقول لهم إن أرجون ده مجنون وهو اللي ضرب الدكتور اللي بيعالجه بالقلم في رقبته كان هيموته. وأرجون بيقول لهم إن سوراج هو اللي عمل كده ويقدروا يتصلوا بالمستشفى عشان يتأكدوا. وفعلا شيفاني بتتصل على المستشفى وبتعرف إن هما الاتنين كانوا بيتعالجوا نفسيا في المستشفى دي، ولحد دلوقتي ما حدش عارف من فيهم اللي ضرب الدكتور وغرس القلم في رقبته وكان هيموته، ولا حتى الدكتور لاجوال نفسه اللي اتضرب عارف مين فيهم اللي عمل كده. وبيقول لهم أرجون إن أخوه جاله قبل الحادثة بكام يوم وسرق خاتم الجواز بتاعه اللي كان هيتقدم به لجانفي، وأرجون خلى ناس صحابه تروح تضربه علشان يعرفوا منه مكان الخاتم، لكن سوراج ما اتكلمش وقتها. ولما بيركب أرجون العربية بيلاقيه إنه حاطط الخاتم في العربية وكان نسي، وبيعرف إنه كان ظالم أخوه، عشان كده سوراج بيتصل على أرجون وبيقول له إنه هينتقم منه على اللي عمله ده. وسوراج بيقول إن التهديد ده كان مجرد كلام ومش معنى كده إنه هيقتل واحد علشان يلبسوا الجريمة. وقبل ما يخرجوا من الأوضة بتروح شيفاني وبتقول له سوراج حاجة في ودنه وبتخرج، وبعدها بتخرج شيفاني تتكلم مع السيد ياداف وبتقول له إنها حاسة إن أرجون بريء وسوراج هو اللي عمل كده، لكن ياداف بيقول لها إنها بتحاول تدافع عن أرجون بشكل غريب وهو مش فاهم ليه هي بتعمل كده، وهي بتقول له إنك أنت اللي بتحاول تثبت إني مجرم، وهي برضه مش فاهمة ليه كده. فبيتعصب وبيقول لها قدامك لحد بكرة الصبح علشان الأدلة هتتقدم للمحكمة وخلاص أرجون هو اللي هيشيل الليلة كلها. وفي الوقت ده بيروح ياداف وبياخد سوراج وبيروح على محل مجوهرات، وهناك بيعرض عليه ياداف إنه يعترف على نفسه ويقول إنه هو اللي سرق محل المجوهرات ده، لأن المحل اتسرق في نفس الليلة اللي حصل فيها جريمة القتل واتخذ منه 2 مليون روبية، وبيعرفوا إن جريمة القتل ممكن يتحاكم فيها على 14 سنة على الأقل، لكن السرقة هياخد 4 سنين وممكن يخرج من نص المدة حسن سير وسلوك. لكن سوراج بيقول له إنه ما عملش دي ولا دي، وإنه كان سهران بيلعب قمر في الليلة دي أصلا عند السيد باتيا. فبيستغرب ياداف وبيقول له وليه ما قلتش لغاية دلوقتي؟ فبيقول له علشان قانون لعب القمر في مكان غير مخصص ممكن يدفعني غرامة واتسجن شهر، لكن دلوقتي لازم
المقول عليه. وفعلا بيروح السيد يداف علشان يتأكد من باتيا، وبيقول له إن سوراج كان سهران عنده وخسر كل فلوسه، ولكن خرج عند الموتوسيكل بتاعه شوية ورجع وكمل لعبه وكسب وقدر ياخد 2,400,000 روبية في اليوم ده وهو قايم، وفضل يلعب طول الليل. وبعد ما يداف بيخرج بيقول له واحد من الضباط إن جيفاني اتصلت وبتقول إنها حلت الجريمة خلاص، فبيروح على طول على هناك وبيتفاجئ إنه لما بيلاقي بنته راديكا وبيستغرب هي جاية هنا تعمل إيه. فبتقول له جيفاني إن بنته راديكا جاية تقول إن أرجون كان معاها هي وجوزها في نفس اليوم وكان في زيارة عندهم في البيت، وفي نفس الوقت بتشاور على واحد وبتقول إن ده سواق التاكسي واللي وقف غير الكاوتش لأرجون زي ما أرجون قال، وبكده هو مش كذاب وسراج هو اللي عمل كده. والسيد يداف بيمشي وهو مش مصدق اللي هو فيه لأنه مش عارف مين فيهم اللي عمل كده. وبيعدي من وقتها 6 شهور وبنشوف جلسة النطق بالحكم، والقاضي بيقول إنه بيلوم قسم الشرطة على التحقيقات لأن كلها ناقصة أدلة مادية ملموسة، وبيعرفهم إن العدالة ممكن تسيب 100 متهم يهرب لكن مستحيل تحبس واحد بس بريء، وده اللي مخليه مش عارف يحكم على مين فيهم ويسيب مين. فبيقرر إنه يديهم هما الاتنين براءة. وأرجون بيروح علشان يشكر شيفاني على كل اللي عملته معاه، وبيقول إنه لولاه كان زمانه مسجون ظلم. وبيعدي من وقتها كم أسبوع وبتكون شيفاني في شغلها وبتشوف بلاغ متقدم عن اختفاء واحدة اسمها جانيفي، واللي مقدم البلاغ ده يبقى أرجون. فبتستغرب وبتروح تدور على بيت جانفي، وبتعرف من صاحبتها إن جانفي كانت ساكنة هنا لكنها ما بقتش موجودة. وبتعرفها إن جانفي لما سافرت حفلة لم الشمل اتعرفت على واحد جديد هناك اسمه أكاش، وقالت إنها بتحبه وإنها عايزة تتجوزه، وطلبت منها إنها تقول لأرجون ينسى كل اللي بينهم. وأرجون ما كانش مصدق كده وقال إن أكيد جانفي مش هتعمل حاجة زي كده. علشان كده أرجون فضل ورا أكاش لحد ما راح له البيت وحصلت الخناقة بينهم هما الاتنين. وأكاش فضل يقول إنه اتعرف عليها وحبها لكنها ما كانتش بتحبه وكانت كل شوية تقول أرجون. فقرر إنه يديها مخدر في المشروب بتاعها واعتدى عليها، وبقى كل شوية يزود في الجرعة بتاعة المخدر لحد ما ماتت. وآخر حاجة قالتها إن أرجون هيجي ينقذها، وساعتها بيتعصب أرجون وبيضرب أكاش وبيخلص عليه. وشيفاني بتحس إنها اتخدعت أكبر خدعة في حياتها، فبتروح على الدكتور لاجالي اللي كان بيعالجهم واللي واحد فيهم ضربه بالقلم في رقبته، وبيقول لها إن لحد دلوقتي ما يعرفش مين فيهم اللي عمل كده. لكن الغريب في التوأم دول إنهم بيبانوا من بره إنهم مش طايقين بعض وعايزين يقتلوا بعض، لكن في الحقيقة إنهم مستعدين يدافعوا عن بعض لآخر نفس فيهم قدام أي حد غريب. وده اللي حصل يوم الألم لما الاتنين وقفوا قدامه بنفس اللبس علشان ما يعرفش مين فيهم اللي عمل كده. وبنروح في الوقت ده لأرجون وهو واقف عند العربية بتاعته ومستني أخوه سوراج اللي بيكون لسه جاي، وبيعرفوا إنه عمل كل ده علشان يحميه، وبيحكي له من الأول لما كان عارف كل حاجة عنه وعارف إن حياته مستقرة. لكن لما ماتت جانفي حس إن في حاجة غلط هتحصل، ولما عرف بموت أكاش قرر إنه يروح علشان يعرف منه اللي حصل. لكن الشرطة قبضت على أرجون قبل ما سوراج يوصل له، فقرر سوراج إنه يدخل بيت أكاش ويتخلص من البصمات والأدلة اللي جوه كلها. وكمان عمل لخبطة لما رمى الهدوم بتاعته في مسرح الجريمة علشان الكلاب تنبه عليهم هما الاتنين، وهو اللي عمل نفسه سكران علشان يدخل قسم الشرطة ويعمل اللخبطة دي، وعور نفسه في دراعه علشان يخلي الشرطة متلخبطة بينهم. فبيقول له أرجون تفتكر إن شيفاني هتعرف الحقيقة؟ فبيضحك سوراج وبيقول له زمانها عرفت لأنها ذكية، لكن عمرها ما هتتكلم بعد ما وشوشته وقالت له إنها هتدافع عن أرجون لآخر نفس فيها، وهي اللي زورت وجابت سواق التاكسي مزيف علشان يعمل إنه هو اللي غير كاوتش عربية أرجون، وبكده لو اتكلمت هتتسجن علشان التزوير اللي عملته. وفعلا الموضوع بيعدي وسوراج بيقول لأرجون إنه عمل كل ده علشان مامتهم وصتهم على بعض قبل ما تموت وكان نفسها تشوفهم بيحبوا بعض. وأرجون بيشكر أخوه على كل اللي عمله علشانه، وبيقول له إنه هيسيب البلد كلها ويمشي ويديله ظرف فيه صورتهم مع والدتهم وهم صغيرين. وبنعرف إن التوأم لعبوا على تضارب الأدلة في ماليزيا سنة 2003، ولما كان واحد منهم متهم بالاتجار في المخدرات بوظوا الأدلة بنفس الطريقة. ومرة تانية سنة 2009 في ألمانيا بتهمة سرقة مجوهرات، ومرة في أمريكا في جريمة قتل سنة 2011، وآخر مرة كانت في إنجلترا بتهمة حيازة الأسلحة. وفي كل مرة كانت المحكمة بتكون مش عارفة تدي مين براءة ومن فيهم المجرم، فبتضطر إنها تبرأ الاتنين. وبيخلص الفيلم على كده. استنونا في أفلام تانية جديدة، والسلام.